بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين قناة أبو نور وسيف المصري. لو حضرتك رايح للحج أو العمرة أو زيارة بيت الله الحرام، فطبعا في بعض العملات اللي انت هتحتاجها في السعودية. حاول بسرعة غير العملات اللي معاك المصري، حولها قبل ما تسافر إلى عملة سعودي، لأن بمجرد وصول حضرتك للأرض المملكة العربية السعودية، أي جنيه مصري معاك تقريبا ملوش لازمة، لازم تحوله العملة سعودي. وتقريبا دلوقتي حاليا الريال تقريبا بيوصل حوالي 8 جنيه ونص في البنوك تقريبا، أو 8 جنيه وأربعين قرش تقريبا. في السوق الحرة تقريبا ممكن يوصل عشرة ونص. طيب دي بعض العملات اللي ممكن تقابلك. أول عملة عندنا اللي هي 500 ريال سعودي، ودي تقريبا بتعادل حوالي 5000 جنيه مصري. فحافظ عليها عشان دي لو وقعت منك يعني حضرتك فقدت 5000 جنيه. العملة التانية اللي بعدها ديت 200 ريال سعودي، تمام، وديت تقريبا بتعادل 200 ريال سعودي يعني 2000 جنيه مصري. طبعا لو حضرتك معاك 500 ريال أو 2000 ريال، يفضل إن حضرتك تفكهم قبل ما تروح تشتري حاجة، لأن ده مبلغ كبير جدا. عشان تفكه من سوبر ماركت أو محل أو حاجة زي كده، ده بيكون مبلغ كبير نسبيا. طيب العملة التالتة عندنا اللي هي 100 ريال سعودي، ودي تقريبا بتعادل حوالي 1000 جنيه مصري. العملة الرابعة اللي بعد كده عندنا 50 ريال سعودي، ودي بتعادل تقريبا 500 جنيه مصري. ودي في السعودية ممكن تجيب لحضرتك وجبة عبارة عن فرخة مشوية ومعاها إزازة أو إزازتين مية معدنية مع معلب عصير ورغيف عيش أو حاجة زي كده، لأن تقريبا دي الأسعار المنتشرة في السعودية. في بعد كده العملات الصغيرة، في عندنا هوت حضرتك في الريال، في الواحد ريال، في 2 ريال، تمام كده. الريال ده تقريبا ممكن يجيب لحضرتك إزازة مية معدنية صغيرة أو رغيف عيش صغير. أتمنى لك التوفيق ورحلة سعيدة إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اضغط اشتراك في القناة ودوس إعجاب، وما تنساش تضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع تحيات أبو نور وسيف المصري. وطبعا ما تنساش العملة السائدة اللي هي 10 ريال سعودي، اللي بتعادل حوالي 100 جنيه مصري.